فردوس. اقوم حفظت اسمها يا ابو عين زايغه. اني عيني ما تزغش غير عليك انت يا بنت يا مهلبيه. شوف الراجل عليا انا الكلام ده يا ولا. اشحال شايفاك وانت داخل خارج عمال بتبحلق فيها من تحت لتحت. حرام عليك يا شيخه، داني ما نعرفش شكلها ايه لحد دلوقتي. بالك يا سكينه انا اللي قاطع فيا ايه؟ ان صاحبتنا فردوس دي مصاحبه راجل انجليزي. يعني خلاص مفيش رجاله في البلد، مصر خلصت من الرجاله. وهي يعني يا اخويا كانت لقت حد عدل وقالت لا؟ طب ده الخواجه ده مهنيها وملبسها الذهب من هنا اهو لهنا اهو، ومش مخليها محتاجه ايها حاجه، واهو ما احنا بناكله من خيره. هو كمان بياكل من خير بلدنا، يعني الاكل ده مش غرمان فيه حاجه. مش كفايه انه دايس على شرفنا ومصاحب واحده مننا؟ بالك يا سكينه فردوس والخواجه الانجليزي ده يستحقوا القتل. مساء الخير. مساء النور يا اخويا. دي خرجت يا اخويا ولسه ما رجعتش. اديلها كتير؟ اديلها حبه يعني. طيب انا هنمشي دلوقتي ونبقى نرجعوا بعدين. وتمشي ليه؟ ما تيجي تستناها عندي. كتر خير. أنا بنتكلم بصفة جد. تعال تعال نشربوا الشاي واستناها براحتك. ايوه. الله، انت مكسوف ولا ايه؟ قال ما قدرش على الحمار قدر على البرداع. مش دي برضو يا اختي برداعة اسم النبي حرص وصاينه سبع البرومبا جوزك؟ ساب لي البرداعة ولبس القلاجة وراح للسنيورة الجديدة. ما انت اللي هبلة، ده لساني اتدلدل، وياما قلت لك سبع البرومبا بتاعك ده ملوش امان، ويوم ما هتجيله الفرصة هيغدر بيكي يا اختي ويديكي ظهر. هو اني من الاساس كنت خدت ايه من وشه؟ ما انت لو كنتي بتسمعي كلامي. يعني عايزاني نعمل ايه؟ اني لو منك كنت نقطعه حتت وندفنوه جنب اللي دفناهم. وانت ما قطعتيش الدلعه دي ليه ودفنتيه لما سابك وراح لامه؟ اديك يا اختي قلتيها بعضمة لسانك، راح لامه ما لفش على واحده غير، وبعدين ماني سبته وخدت حقي منه تالت ومتلت. لاني ما ينفعش نعمل كده. ليه يا عين اختك؟ لساكي بتخافي منه؟ انا يا بت ما بنخافش من حد، وانت اكتر واحده عارفه انني ما بنخافش من حد. انا اللي نعرفه كويس انك ما بتحبيش حد، ما بتحبيش غير نفسك وبس يا ريا، وعايزه الناس كلها تسمع كلمتك، وعايزه اللي في ايديكي ما يروحش لحد تاني غيرك. انت عارفه انت ليه مش راضيه تنتقمي من حسب الله؟ عشان انت محتاجاه له. انا المهم عندي الفايده. ده واحد تحت رجلي بيسمع وينفذ، يعني اجري زيه زي غيره، يزيد عليهم بقى انني بنصدره في كل حاجه، يعني ضرفه الباب اللي بنستخبى وراها. يبقى اني كده ما بننتقمش منه يا هبله. لا ده انت ما فيش زيك يا سعبعان، دمك زي الشربات. ما انا اصلا عشرتهم الانجليز دول ايام المدعوه، ايام ما كنت في السلطه. وغير الانجليز الاستراليين والهندوه. يعني على كده يا سعبعان انت تعرف لغوتهم كويس؟ يعني انت عايزاني نيجي نقعد معاك انت والخواجه، هو يرطم وانا نقول لك هو بيقول ايه؟ لا يا اخويا، بس انا يعني شايفه ان لغوتهم تقيله على قلبي، ما بنفهمش منها حاجه. كمل كمل يا اخويا كمل. كان الهندي من دول يقف خدمه علينا واحنا بنحفره ولا بنبنه، والاستراري واقف وراه خدمه على مين؟ الهندي. يسلم فمك يا فردوس. وورا الاستراري باشا انجليزي انما ايه زي الفل، وشه قد كده واحمر زي عرف الديك. وكان الانجليزي ده يبقى سكران على طول، والاستراري مخنوق يا عين امه. والهندي نايم. كنا احنا نعمل ايه بقى؟ كنا نجيب طوبه ونزقه الانجليزي ده بيها، يقوم يفز في الاستراري، الاستراري يفز في الهندي، الهندي يفز فينا كلنا. استاذ عبد الرحمن مش قادره احنا كمان ما كناش قادرين، عشان كده كنا بنضحك بدل ما نعيط زي النسوان. والمرسي والعباس انت قعدتك حلوه،
وما يتشبعش منها ابدا. يا بخت سكينه بيك. ليه؟ هو الخواجه يعني مش بيضحك معاكي؟ بيضحك ده ايه؟ هو اني بنفهم منه حاجه؟ اني بنفهم كلمه وعشرة لا. خلاص يا فردوس، اول ما يجي ازعقي عليا بس، واني نيجي نقعد بناتكم هنا، هو يرطن واني نقول لك هو قصده ايه. سكينه بتقول لي يعني ان الراجل منغنغك ومش مخليك عايزه حاجه. وده يجي ايه يا سي عبد العال جنب واحد الواحده تحبه وتديله عينيها؟ كل شيء نصيب يا فردوس، ومحدش يا اختي عارف النصيب فين. انت جيتي يا سكينه؟ ده سي عبد العال قاعد مستنيكي بقاله ياما. كنت فين يا سكينه؟ اما تيجي تقعدي معانا شويه. لا معلش، اصلا انا جايه تعبانه وعاوزه نستريح. هتيجي يا عبده؟ ما انا جاي. يعني كنت مستنيك. امير قوي سي عبد العال ده. وانت لسه شفتي حاجه من اموريته؟ انت هتفضلي ملويه كده؟ انا كنت قاعد مستنيك لحد ما تيجي. مستنيني؟ انت ايه يا راجل انت اللي دخلك اوضتها وقعدك تتسامر معاها؟ في ايه يا سكينه؟ مش جارتنا؟ الست ما هانش عليها نمشي ونستنوكي بره، غصبت عليا نخش عندها ونشربوا الشاي. وكمان شربتوا الشاي؟ ومش بعيد بعد الشاي تكونوا شربتوا لكم كاسين. وفيها ايه بس؟ انت بتشك فيا؟ لا يا اخويا العفو، بأمارة ما دخلت عندها الأوضة وقفلتوا عليكم الباب. كنا حاضر المؤاخذة، يعني هتسيب الباب مفتوح ليه؟ اشمعنى لما دخلتك انت قفلت الباب؟ ما هي اخويا مفندقاه طول النهار اللي رايح واللي جاي شايف اللي بتعمله. اصلها كانت منضفة الأوضة ورشاها وخايفة الدبان يخش. يا عين امها، بقى كانت خايفة من الدبان. بقول لك ايه يا سكينة، سيبك من الكلام الفارغ ده وقومي شوفي لنا لقمة ناكلوها. ده أني هنأكلك السم. رواقي يا سكينة، رواقي كده يا سكينة قلبي. هو أني نقدر نبص لحد غيرك انت يا مهلبية؟ وما اكلتش عندها ليه؟ دي حتى عندها أكل إنجليزي، ولا الوقت ما كفاش؟ جرالك ايه يا سكينة؟ أمير قوي سي عبد العال ده، ولما هي مستأمراك كده يا أخويا ما رمتلكش لقمة ليه من اللي عندها؟ يعني ما نقدرش ناكل إلا معاكي ومن إيديك انت يا سكينة قلبي. واني أكل يجي إيه جنب أكلها؟ وبعدها لك بقى جرايه يا سكينة. الله، احنا مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ إيه؟ خلاص؟ ما بقتش طايقة لي كلمة؟ يوه، رواقي يا سكين، أنا ما نقدرش نبص لحد غيرك انتي. هو الزبيب يسقط غير على المهلبية؟ معقولة يعني يسقط على البصارة؟ أنا مش مستريحة الولاية اللي اسمها فردوس دي مرة عينها بجحة وبكسة وبتشغل عبد العال. طب ما تشغل ونرك عليه هو. ما انت عارفة الدوي على الودان أمر من السحر. لا ودي بقت عارفة وقت دخوله وخروجه، وتبقى لابسة له يا اختي المشخلع والعريان والألافرانكا عشان تزغلل عينه. انت مش بتقولي في راجل انيها؟ ايوه، خواجه انجليزي وشه احمر متدهول على عينه كده وما يعرفش السما من العامة. لا يا راي، لا.